عمرك علقت في كلمة، بوست غلس، نظرة من حد ما تعرفوش؟ كلنا بنعدي عليها، بس دانا كانت بتسيب كل تفصيلة تعيش جواها. دينا وأميرة كانوا قاعدين في مطعم شيك، إضاءة خفيفة، أكل حلو، والجو رايق. بس دينا باصة في موبايلها ووشها بدأ يتغير. أميرة، ما تبطلي بقى تمسكي الموبايل، ده وقت استراحة يا بنتي. دينا بغضب مكتوم، شايفة دي؟ كاتبة بوست عن الناس اللي ما بتنجزش في شغلها. حسيت إنها بتتكلم عني. أميرة بهدوء، أنتِ ليه شايفة إن كل كلمة ليكِ؟ فاكرة مانسون قال إيه؟ مش لازم نبطّل نحس، بس لازم نفلتر ونختار إحنا هنسمح لمين يدخل دماغنا. دينا، بس أنا باحس إن الناس دايمًا بتتكلم، ولو سكت كإني باوافق. أميرة، السؤال مش الناس قالت إيه، السؤال الكلام ده مهم ليكِ؟ بيضيف لك والّا بيسحب طاقتك؟ دينا بتبتسم لأول مرة، يعني البوست ده ما يستاهلش إني أعكّر عشايا عشانه؟ أميرة، ولا حتى ربع ملعقة رز. خلّي طاقتك للحاجات اللي بتبنيك مش اللي بتهدّك. دينا فهمت إن مش كل صوت يستاهل تفكير، ولا كل تلميح يستاهل توتر. وأنت كمان يا صاحبي الجميل، قُل لي كده بصراحة، آخر مرّة اتعكّرت بسبب كلام فاضي؟ هل كانت تستاهل، والّا كنت محتاج بس تقول لنفسك مش كل حاجة تخصّني؟ ويالّا بينا يا صاحبي الجميل، استناني في الحلقة الجاية لمّا نعرف سوا ليه الألم مش دايمًا وِحِش، ولو اخترته صح ممكن يبقى أعظم هدية.